شوفوا الفيديو هذا. هيا شفتوا الفيديو؟ الفيديو هذا يعني ما يعبرش إلى أخلاق الآدمي ناهي، وإن كان الآدمي بيمثل صح، لا ما يمثل يا أخي ويفعل هذه الحركات إلا من وجع داخل قلبه وما بيسمعه صرفته. يا أخي أنت على الأخطاء وأنت ساكت وماشي، لا عاد تصوره ولا تثبت عليه ولا تنشر له هذا الفيديو، لأنه أنت بتثبت إلى أخلاقك، أخلاق المؤمن وأخلاق الآدمي الصح، والهذا مش هذا، لا حتى هذا الدرجة. أنت آدمي ما تفعلش هذه الحركات نهائيا، وإن كان هو يفعل حركات يا أخي ما يفعل حركات إلا من صدق. ولا عاد باقي بعض الناس الذي عندما يجي واحد من هؤلاء المساكين الذي يجي لك صحات يجي يقول له يشوفه يخطم من قبال بيته ولا من اسكن ما بمعك ما قد لقط ما قد ولدت افتح ويهينه يا أخي أنت آدمي، أنت إنسان، هو إنسان مثلك، هو شخص يعني عزيز وكرامته أعظم من كرامتك، وساري لك صحات أفضل ما يجي يطلبك. ولا بعض الناس يا أخي يجي يشوف لك مسكين ولا مطلب لا عنده مسكين، مش مطلب مسكين، يجي لا عنده يقول له تصدق يا عمنا الله يقضي حاجتك ويسهل لك يقول له ما باش يلا من هنا. يا أخي أنت معك خير أتيت له ولا أقول له الله يقضي حاجتك؟ ماشي عدوشكا هذا عدوشكا على أسره عدو يفعل عدو يسبر. يا أخي هو قد جاي يطلبك معك أتيت له، ما بش معك كلها الله معك. يعني أنا ناقشت الموضوع هذا رأيته، يعني رأيت هذا الأشياء كثير في عيني، وربما من شاهد الفيديو هم قد شاف هذه الأشياء وهذه الحاجات كثير جدا، كثير خيرات يعني من الناس يفعل هذه الحركات. عدلك بعض الناس يجي يقول يشوف واحد ولا صاحب بيض ولا صاحب عذر ولا صاحب يا أخي يهينه ويهين كرامته. أنت يا أخي معك اشتريت منه، ما تشتري منه، لا اشتريش منك، كل ما اشتيش ما عقصبكش يقول لك ما أبلا اشتري منه. عاد بعض الجهل الصغار يشتغل على نفسه وعلى أسرته ويخطى يبيع بيض. يا أخي أنت تشتري منه شجعه، شجعوا هؤلاء الأطفال، لأنه ما يخرج ويحرم نفسه من اللعب ويحرم نفسه من كل شيء إلا من وجع، ما بش معاهم شيء، ما بش معه من يخلق لنفسه، ما يفعل لنفسه ويتعب نفسه ويكرهن يبيع الحبة البيضاء الواحدة وهو يزيد يهينه عليها ويتنيذل عليها. أنت إنسان، أنت مسلم يا أخي، أنت معك هذا الشيء، أنت قد دالك الله وقضى الله حاجتك. أنت لا تدلش منك فضل ولا بلاش، شجعه واشتري منه بس، لأن يعني هذا الحاجات الكثير قد قعدت عندنا. ولا عدو يشوف صاحب البيض وصاحب أصحاب المحلات يشوف صاحب بيض ولا جال صاحب بيض باب المحل بيبيع بيض حقه يخرج له عنده قلع من هنا سر دور لك أنت اشتغل ولا أنت عيش. يا أخي قع آدمي قع ناس، أنت يعني بتعكس نظرتك لمجتمعك. يا أخي إحنا يعني بنوصل رسالة إلى بعض الناس، وأنا متأكد من هذا الناس إنه عيشوف الفيديو، هذا آدمي هو عيشوف الفيديو أكيد. ولا تجي له عنده مسكين يعني اديلي الله يقضي حاجتك يقول له ما باش يلا كم عن قم بنشكى عليكم. خبير أنت آدمي. الصدقة أولا هي لك مشي له، الصدقة هي لك. ثانيا أنت يعني كمسلم انك الصدق ماشي يقول له يا اخي الله يفتح عليك الله يقضي حاجتك، مش رزقه منك. به ناس بيدوروا الريال الواحد، يا اخي انت قد قضى الله حاجتك وادالك ادي الله ادالك وانت ضخ ادي لهم، مش ضخ ما ضخ هذا كذا خيرات، لكن يعني ادي لهم بقدر المستطاع، وكل واحد يتعاون معه يحسب يطرح نفسه في موقف هذا الشخص. بعض الناس والله إنه بعض الناس إنه بيفلت يعني جهال صغار إنه بيفلت دراسته ويخرج يبيع بيض، بيفلت دراسته ويصير يبيع شيء.
ليش؟ يعني إذا هو مستغني عن 2003 وال5000 الذي يدخلها حين يبيع حول الأشياء، مستغني عنها. إذا به معه مصدر دخل ومعه فاتح، تأكد ما يخرج الواحد يبيع حول حاجة البسيطة إلا وهو ما بش معه ما يستثمر أو يلبي طلباته هو أسرته. قد شفت هذا الشيء وهو وجع قلبي يعني شخص أنا ما أنتحكش ما أذكر شو اسمه نهائيا، ولا جيت له عنده لا البقالة يقول له يا صدق يلا من هنا يا أخي قعنات. تخيل، وهذا الشخص أنت. الخير عند الله، احنا ما حد بيتحاكى ولا حد بيقول انا بنفعل ولا حد بيقول انا بنسوي، ولا الخير عند الله، لكن تعاونوا مع اخوانكم. لانه اي واحد ما يخرج من بيته الا محتاج، ما يخرج من بيته الا وهو يعني ما بيش معه ما يقضي حاجته، ما بيش معه شيء واحد. لو معه مصدر دخل ولا شيء انه في بيته انه شاب وهو قادر يشتغل. لكن يا اخي انت لا تهينش، معك أديت له، ما معك كله الله قضى حاجتك، رزقه من الله، ما عاد رزقه أنت. والتعليقات أنا داري إذا أنا عدم أستهزئوا من كلامي في التعليقات، وأسمع الخبر هذا أي واحد يا خبر حرام، والله إنه حرام، وإحنا مآثمين على هذه الأشياء. ويعني كل واحد يكون يتساعد معه، لا شاف مسكين ولا يا أخي يتساعد معه ماشي يا أخي. الكلمات طيبة، ادي لك كلمة طيبة على الأقل، لا تصدقش عليه، كلمة طيبة.